خبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. في الوقت الذي تعلن البوليزاريو اقتنائها للدرون، منظمة تؤكد أن مخزون الغذاء في تندوف يكفي لشهرين فقط. مباشرة بعد العودة من الجزائر، بوريطا يكشف عن أخبار مثيرة بخصوص النظام الجزائري. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. في الوقت الذي تعلن البوليزاريو اقتنائها للدرون، منظمة تؤكد أن مخزون الغذاء في تندوف يكفي لشهرين فقط. ما ذكره ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في الأيام الأخيرة بشأن لجوء البوليزاريو لاقتناء الأسلحة بآلاف الدولارات في الوقت الذي يعيش فيه سكان المخيمات في تندوف وضعا مأساويا، أكدته منظمة أطباء العالم غير الحكومة الإسبانية التي دقت في تقرير نشرته الخميس ناقوس الخطر من الوضع الصحي والغذائي في هذه المخيمات. وقالت المنظمة المذكورة وفق أوروبا بريس إن حوالي 180 ألف شخص في مخيمات تندوف يعيشون وضعا صحيا وغذائيا صعبا، الوضع الذي ازداد سوءا بسبب تراجع المساعدات الدولية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية وتراجع الإعانات المالية بنسبة 20% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وأضافت نفس المنظمة الإسبانية أن ما يشير إلى الوضع الصعب الذي يعرفه سكان المخيمات هو أن السلال الغذائية التي توزع على السكان تراجعت أعداد المواد الغذائية التي كانت تحتويها مقارنة بالسابق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن منظمة الهلال الأحمر بالمخيمات تتحدث عن وجود مخزون غذائي يكفي لشهرين فقط، محذرة من تأزم الوضع أكثر في حالة عدم عودة المساعدات الدولية بحجم أكبر. وفي خضم هذا الوضع الصعب الذي يعاني منه سكان مخيمات تندوف في الجزائر، فإن جبهة البوليزاريو التي تتحكم في مصير المخيمات تتحدث عن عزمها اقتناء طائرات بدون طيار من إيران لاستخدامها ضد القوات المغربية في الصحراء. وفي هذا السياق قال ممثل المغرب بالأمم المتحدة في ندوة صحفية يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي بنيويورك إنه في الوقت الذي تطالب فيه البوليزاريو برفع قيمة المساعدات التي تتوصل بها المخيمات، وفي الوقت الذي تتحدث فيه عن أزمة وخصاص في جميع المجالات، تزامنا مع تحذير ممثل الأمم المتحدة في الجزائر من وجود خطر للمجاعة هناك، فإن قيادات الجبهة تقتني درونات بآلاف الدولارات. وأوضح هلال أن الطائرات التي يتحدثون عنها هي النسخة الأدنى ضمن الدرونات الإيرانية، والتي تساوي ما بين 20 إلى 22 ألف دولار، وهذا يعني أن اقتناء طائرة مسيرة واحدة يعني ضمان التغذية ل300 شخص لمدة عام كامل، وضمان الخدمات الصحية ل500 شخص لسنة أيضا، كما يمكن أن يغطي تعليم 120 طفلا، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يحسم قراره بخصوص ما يجري. وسبق أن تحدثت العديد من التقارير الإعلامية الدولية سابقا عن وجود أزمات صحية وغذائية في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن الفساد المرتبط بالتوزيع غير العادل للمساعدات من طرف البوليزاريو يلعب دورا في رفع حدة تلك الأزمات، في وقت يوجه آخرون انتقادات للبوليزاريو باستغلال مآسي السكان لمواصلة مطامعها التي لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع منذ عقود من الزمن. مباشرة بعد العودة من الجزائر، بوريطا يكشف عن أخبار مثيرة بخصوص النظام الجزائري. قال ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن حضور المغرب للجزائر كان من أجل القمة، ولم يكن هناك لا تواصل ثنائي أو حتى إنساني. وفي مقابلة أجراها بوريطا مع قناة BBC البريطانية، وردا على سؤال الصحفي حول استثمار تواجد بوريطا في الجزائر لتحقيق انفراجة بين البلدين، قال الوزير يجب أن نميز بين الأمرين، حضور المغرب كان للقمة ولم يكن هناك أي تواصل ثنائي أو حتى إنساني. وأضاف بشكل مازح حتى السلام عليكم يمكن كانت لمرة واحدة. وبخصوص سؤال الصحفي لماذا تمسك المغرب بأمور يراها الجمهور العادي على أنها بروتوكولية أو شكلية، ولم يعلي من شأن الغاية الأسمى وهي لقاء وتحقيق نوع من التقارب وتقديم نوع من التنازلات، وقال بوريطا هناك ما هو إعلامي وهناك ما هو حقيقي، مشيرا إلى أن الوفد المغربي شارك في إغناء النقاشات والحوار وبشهادة كل الوفود. وأكد الوزير بأن المغرب تجاوز كل المضايقات التي تعرض لها واشتغل على الأمور الأساسية، وتساءل لماذا المغرب هو البلد الوحيد الذي عانت خارطته من التغيير، ولماذا تعرض الوفد الإعلامي المغربي لمضايقات في ممارسة مهمتهم الإعلامية.
وعن البحث عن وساطة بين البلدين، قال وزير الخارجية: كان دائما موقف جلالة الملك هو أن العلاقة المغربية الجزائرية لا تحتاج لوساطة، لأننا نعرف بعضنا ونعرف مشاكلنا، مشيرا إلى أن المغرب لأكثر من مرة مد يده للجزائر وعبر عن رغبته في الحوار، لكن لم يتلقى أي رد. واليوم هناك دعوة مفتوحة من الملك محمد السادس لرئيس الجزائر من أجل زيارة المغرب وفتح الحوار الثلاثي الشامل. الخبر تيفي، للخبر بقية.